معايا بقى تاني. بص، انا عملت في الاول ايه، رحت اول حاجه قلت عليها ان احنا نعمل قطعه شيت ميتال عاديه. معرفش، ممكن نخليها مثلا ايا كان يعني الشكل ده كده. تمام، حلو قوي. طيب يا باشا، بعد ما عملنا الموضوع ده، عايزين بعد كده نضيف بقى الفورمنج تول. يعني الفورمنج تول هي في الغالب بتكون فولدر موجودة جوه الديزاين لايبراري، والفورمنج تول فولدر لازما تتأكد ان انت لما تدوس عليه رايت كليك تتأكد ان السوليد وركس بيعتبر ده كفورمنج تول فولدر. زي ما انت شايف كده انا عامل تشيك على الفورمنج تول فولدر اوبشن. وانس ان انت عملت على الفولدر الفورمنج تول فولدر ده، فالشيت ميتال بيفترض ان هو خلاص هيعمل فورمنج بالتول اللي موجوده جوه الفولدر ده. فلما بتدخل جوه الفورمنج تول وتتاكد ان انت عملت ان هي فورمنج تول فولدر، هتلاقي بعد كده الاوبشنز اللي موجوده ان انت يبقى عندك امبوس. بتلاقي بعض الانواع دي الحاجات الستاندر اللي موجوده، الاكسترود، فلانج، اللانسز، اللوفرز، الريبس، الكلام ده كله موجود اوريدي جوه الفورمنج تول. ده الحاجات الستاندرد او معظم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الشيت ميتال بتكون موجوده اوريدي في الفورمنج تول فولدر يعني الستاندرد. فالشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه هو اللوفرز. واللوفر هي بري ديفايند، يعني اوريدي مرسومه، فانت كل اللي انت بتعمله ان انت بتدراج ودروب من الديزاين لايبراري، فبتبدا تنزل عندك هنا بالشكل ده. فعندك القدرة ان انت تقول له والله لا، ده انا عايزها مثلا تعمل لها روتيت، عايزها الجنب ده ولا الجنب التاني، ايا كان الشكل اللي انت حابه يعني. بعد ما بتعمل له روتيت وبتعمل له فليب، بعد كده بتدخل على البوزيشن بتبدأ تحدد الدايمنشنز بتاعتها. انت عايزها مثلا من فوق بقد كذا، عايزها من اليمين والشمال قد كذا، عايز توصلها في النص براحتك. انا بس مجرد ان انا بوريك الكونسبت. وبعد كده لو عايز تضيف اكتر من نوع، ممكن اكتر من عدد، يعني اكتر من واحدة، فبتبدأ تضيف نقط عادية جدا، النقط البوينت دي. وبعد كده بتحدد المسافات ما بين النقط دي. عايز تعملها كباترن الأول نقطة، هيكون أفضل من اللي أنا عملته ده. بس يعني هي دي الطريقة اللي بتمشي، إن أنت تضيف أكتر من واحدة من اللوفر في نفس الوقت. يعني أنا هنا بعمل بقى كل الدايمنشن تكون بتساوي الدايمنشن الأولاني، عشان لما أجي أعدل محتاج إن أنا أنزل بده شوية، محتاج إن أنا أنزل بده شوية. anyway، يعني انت فهمت الكونسبت، وبعد ما بتوصل للموضوع اللي انت عايزه او الباترن اللي انت عايزه بتدوس اوكي، فبيبدأ الفورمنج تول تأثيره بيحصل على الشيت ميتال زي ما انت شايف. لا اما كنت تخليه وشه الناحية التانية، الامبريلا دي تخليها الناحية التانية او تخليها جوه براحتك. يعني دي بتستخدم فعلا للتهوية زي ما انت قلت. دي كده استخدام الفورمنج تول من الديزاين لايبراري. ودي تول خاصة بالشيت ميتال بتعمل الفورمينج زي ما انت شايف. طيب، هنا بقى السؤال، طيب لو انا عندي حاجة ستاندرد عايز اعملها انا فورمينج تول، يعني عندي بارت معين او شكل معين عايز اعمله انا فورمينج تول، اعمله ازاي؟ خلينا نتكلم على مثال يكون بسيط شوية عشان تفهم. يعني مثلا حاجة زي كده، في الاساس كل الفورمينج تول دي عبارة عن بارتس، كانت عبارة عن بارتس اترسمت على السوليد ووركس، وانا حولتها لفورمينج تول. عايزين نتكلم دلوقتي ازاي ان انا يبقى عندي بارت معين او شكل معين على مزاجي مش ستاندرد احطه في الفورمينج تول. دي النقطه اللي احنا هنتكلم عليها، مش هقفل. خليني بقى يا باشا اروح اعمل لك نيو بارت، وهاجي هنا هرسم في التوب بلين، هرسم الفورمينج تول اللي انا عايزها بقى بالمواصفات بتاعتي انا، ايا كان الشكل اللي في دماغي. خليني مثلا انا بفكر في حاجه تكون عامله زي كده، وممكن نديها فيلتس من الكورنر، وممكن نديها اكستروجن. لان اول حاجه بنحاول يعني نتريس النقطه دي في الفورمنج تول، هي حاجه اسمها الستوبنج فيس. فانت ممكن تخلي السطح ده هو ستوبنج فيس. هفهمك يعني ايه ستوبنج فيس كمان دقيقه. بجانب الستوبنج فيس عايزين نعمل حاجه مثلا تكون اكستروجن بالشكل ده مثلا.
نخليها 20 ونبدأ نعمل الفيلتس بتاعتنا في الفورمينج تول. انا طبعا بختار اي شكل عادي في دماغي يعني مش مركز. خلينا نعمل الاتنين دول كده. طيب بعد ما عملت الموضوع اللي انت شايفه ده كده، دلوقتي عايز اعمل بقى ده اسيفه كفورمينج تول استخدمه بعد كده في الشيت ميتال. بعمل الكلام ده ازاي؟ في الشيت ميتال نفسها في اوبشن عندك اسمه الفورمينج تول. الفورمينج تول بيسألك اول سؤال ايه هو الستوبنج فيس. عشان كده قلت لك ان احنا السطح ده كده كان في الاول ستوبنج فيس. الستوبنج فيس معناه ان هو هيستخدم التول دي ان هو يعمل بانش في الشيت ميتال، وهيقف عند السطح ده. وبالتالي التأثير اللي انت هتشوفه في الشيت ميتال هو من اول الفيلت ده كده وانت طالع لفوق، فاهم؟ فكأنه هيفضل يضغط على الشيت ميتال لحد ما يحصل تلامس بين السطح ده وسطح الشيت ميتال. فدي اللي هيحصل، هتعمل عملية تغيير او هتعمل الفورمنج في الشيت ميتال. تمام. فالستوبنج فيس في الحالة دي هو البارت ده. الفيس تو ريموف في بعض الاوقات الفورمنج تول اللي احنا بنستخدمها بيكون فيها ميكانيزم تاني عند السطح ده، مثلا ان هو يعمل ايه، ان هو يطرد الماتيريال. يعني تلاقي حاجه كده زي بانش نزلت في الاسطوانه دي كده، بانش نزلت عملت طرد للنقطه دي او السطح ده من الشيت ميتال نفسه. فبيبقى البارت ايه، كانه مخروم كده، فاهم؟ يعني بيحصل تعديل في البارت بناء على الشكل اللي بره، والحته دي كده بتروح ضربه كده جوه في الشيت ميتال، بتروح خرماه ايه، الشكل الدائري اللي انت شايفه ده. والانسيرشن بوينت طبعا دي بتتحدد بناء على القطعه اللي انت عايزها. طب في الوضع اللي انت شايفه ده الفورمنج تول، الانسيرشن بوينت بتاعتها هي نقطه المركز بتاعت الدايره. وده اللي انا عايزه فعلا. عايز لما اجي اعمل كليك في الشيت ميتال ينزل لي من النقطه دي، فاهم؟ ما ينزليش مثلا من الجنب او كده، لا انا عايزها تنزل من النقطه دي. في بعض الاوقات الانسيرشن بوينت دي بتكون مهمه، بس هنا مش هتفرق قوي معايا. فانا ادوس اوكي. وكده بقى عندي الفورم تول زي ما انت شايف كده. ده الستوبنج فيس. الاصفر ده هو اللي هيعمل تشكيل في البارت، والاحمر ده ميكانيزم تاني هتطرد القطعه دي من الشيت ميتال. لو انت حابب ان انت تطردها، مش حابب مش هتختار الفيس تو ريموف. النقطه اللي بعد كده ان انت تيجي تعمل سيف من فوق، سيف از، وتسيف ده كفورم تول. هتلاقي هنا في حاجه اسمها فورم تول SLDFTP. تسجل ده فورم تول في الفولدر بتاع الفورمنج تول اللي انت شايفه ايه في الديزاين لايبراري. طبعا لو انت مش عارف فين مكان الفورمنج تول، فانت بتدوس رايت كليك وتروح على الاوبن فولدر، ادي الدايركتوري اهو بتاع الفورمنج تول. بتعمل فولدر جديد، او بتروح تحط البارت اللي انت سيفته، الفورمنج تول بارت اللي انت سيفته في اي فولدر من الفولدرز دي بالنيم اللي انت عايزه، عشان بعد كده تقدر تدراج ودروب الفورمنج تول من هنا. تدراج ودروب بتأثر على طول على الشيت الحته بتاعه الفيس تو ريموف. يعني اجيب، بص يا باشا، يعني مثلا حاجه زي كده. خلينا نجيب حاجه امبوس مثلا كاونتر سينك زي كده. لو انا عملت ده كده وعملت اوكي، شايف ده في فيس تو ريموف، فقطع قطعه من البورد. تمام. يعني اتمنى ان انت تكون فهمت